النهاردة هنعمل مع بعض الزيتون بطريقة تخليه يقعد معانا سنة واكتر. هنشوف النهاردة طريقة تخليل الزيتون من ايد ماما ست الكل حبيبتي. هنشوف الطريقة، بس قبل ما نبتدي الفيديو ياريت ما ننساش نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هنعملها، احنا معانا النهاردة 5 كيلو زيتون، جبنا لهم 3 كيلو ليمون، 2 كيلو منهم هنعصرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ناخد العصير بتاعهم. هنعصرهم بقى في طبق بلاستيك، في بولة، كسرولة، اي حاجة. المهم ان احنا هنعصر 2 كيلو من الليمون وناخد العصير بتاعهم، والقشر مش هنرميه، القشر بتاعهم هنحتاجه، هنسيبه علشان هنخلله برضو مع الزيتون. الكيلو بقى اللي متبقي هنسيبه سليم وهنعمل فيه فتحة بسيطة كده من النص. يعني هنمسك الكيلو اللي متبقي من الليمون ونفتح فيه فتحة من النص، يبقى احنا عملنا كيلو مفتوح من غير ما يتعصر، و2 كيلو عصرناهم وسيبنا قشرهم. ده بقى الزيتون، جبناه ونقعناه في المية ليلة كاملة بعد ما فتحناه فتحة صغيرة برضو كده من الجنب. وده طبعا كيلو الليمون اللي قلت لكم هنفتحه بس، وده قشر الليمون بتاع ال2 كيلو، وده العصير بتاع ال2 كيلو. يبقى احنا معانا 5 كيلو زيتون، ومعايا 3 كيلو من الليمون، 2 كيلو احنا عصرناهم وكيلو فاتحينه بس فتحة بسيطة كده. والزيتون طبعا فتحناه فتحة بسيطة وسيبناه ينقع ليلة كاملة. ومعانا عصير ال2 كيلو ليمون، ومعايا كمان كيلو ونص من الشطة، وكيلو من الفلفل. دي شطة دي حامية طبعا، انتوا لو حابين الشطة تبقى باردة مفيش مشكلة، حاجة ترجع لكم. تمام، يبقى 5 كيلو من الزيتون و3 كيلو ليمون، 2 كيلو منهم عصرناهم وخدنا قشرهم وعصرهم، والكيلو التالت فتحناه بس فتحة بسيطة كده. طبعا معايا هنا كيلو من الجزر بشرينه. هنخلل بقى كالآتي، هناخد كده طبقة، ده الكيلو الفلفل اللي انا بقول لكم عليه ده، ممكن تقدري ممكن تدقيه في الهون او ممكن تضربيه في الخلاط، يعني بالطريقة اللي تريحك. احنا هنا ضربناه في الخلاط مع كوباية من المية. ناخد بقى الزيتون عشان نخلله، احنا مخلينه في جردل كده، ممكن انتي تعمليه في بطرمان، الطريقة اللي تريحك يعني. بس ده كان كتير فاحنا عملناه، حطيناه في كيس كبير في قلب جردل. بناخد بقى طبقة من الزيتون، عليها طبقة من الشطة، عليها طبقة من الجزر، عليها طبقة من الفلفل اللي ضربناه في الخلاط، مع شوية من عصير الليمون وشوية من الملح. تمام، طبقات طبقات كده. يبقى مكونات المخلل بقى عبارة عن ايه؟ كيلو من الفلفل ضربناه في الخلاط، تمام، 5 كيلو من الزيتون منقوعين ليلة كاملة ومفتوحين كده من الجنب فتحة بسيطة، 3 كيلو ليمون، 2 كيلو منهم عصرناهم وخدنا قشرهم، وكيلو سيبناه كده سليم بس فتحناه برضو فتحة بسيطة من الجنب، وكيلو ونص من الشطة. طبعا انتي لو مش حباها حراقة ممكن تجيبيها باردة. ومعانا ملح وخل والعصير بتاع 2 كيلو الليمون. نخلل بالطريقة كالآتي، بننزل بطبقة من الزيتون وعليها طبقة من الشطة وعليها قشر الليمون اللي احنا عصرينه والليمون الكامل، وننزل بطبقة من الملح، رشة بسيطة كده، رشة بسيطة جدا من الملح. كل طبقة بتنزلي برشة بسيطة من الملح، وتقفلي رشة الملح بشوية من الجزر، ببشر الجزر. الجزر هنا فايدته ايه؟ بيمتص الحموضة اللي بتبقى في الزيتون. الطريقة دي جميلة جدا وتحفة جدا. يبقى بناخد من كل حاجة طبقة طبقة كده، يبقى طبقة من الزيتون، طبقة من الشطة، طبقة من الفلفل المضروب في الخلاط، وطبقة من قشر الليمون، مع طبقة من الليمون السادة. تمام، وهكذا بقى لحد ما نخلص الكمية اللي معانا كلها. ما تنسيش بين كل طبقة وطبقة بتحطي شوية من الملح. تمام، وبنحط بعد كل الطبقات دي برضو كمية محترمة كده من الجزر المبشور وشوية من الفلفل المضروب في الخلاط. هنقعد بقى كده كالآتي، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا ونشوف هنعمل ايه.
وبس. هنا كنا خلصنا كل الكمية اللي معانا على طبقات، زي ما شرحت لكم في الفيديو. خلصنا كل الكمية، نزلنا كمان بكمية من الجزر المبشور على الوش، وحطينا شوية من الشطة الحراقة، وكمان نزلنا بشوية الفلفل اللي احنا ضربناهم في الخلاط. طبعا احنا بنخلص مع بعض كده الكمية، ما عادش حاجة. تمام. هنجيب هنا بقى عصير 2 كيلو الليمون اللي احنا كنا عصرناهم في اول الفيديو، ننزل عليهم بازازة كاملة من الخل. هنا ماما رشت على الطبقة الاخيرة ملح، ونزلت بخليط الخل مع الليمون، وهتغمر بقى كمية المخلل دي بالمية. يعني مش شرط بقى ان انت تعملي مرتين زي ما هي عملت كده، لا يعني هو الاساس كله فيها يعني في الطريقة ان انت تغمري المخلل كله بالمية، بحيث ان المية تبقى واصلة لاخر طبقة في المخلل، يعني يبقى فيه شوية من الشطة والليمون كده، المية مش غمراهم. نعمل حساب ان الزيتون فضل ليلة كاملة منقوع، يعني شارب مية، فهو اول ما هيتجانس مع المخلل هتلاقيه زود كمية المية بتاعة المخلل كمان. كمان الملح بتاعنا لازم يكون طالع سنة، يعني هو يبقى مظبوط بس طالع سنة، علشان الزيتون لما هيشرب من الملح هيقل برضو في المخلل. بس. وهنا بقى بنضغط على كمية المخلل علشان الطبقات كلها تتجانس مع بعضها، والملح بتاعهم يكون واحد. وفي النهاية خالص هنحط على هي حطت على الوش شوية من الزيت علشان تمنع الهواء ان هو يتغلغل للمخلل، فيعمل ريم بقى او يعفن يعني، او شيء من هذا القبيل. بس. ودي كانت طريقتنا النهارده. يا ريت لو انتم مكملين مع الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.